السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. يا درا، واش هذه هي الحلوى اللي حضرتها لكم؟ بنينه بزاف وسهله التحضير. كان اللي كتبوا لي في منتدى قالوا لي قلب اللوز، كان اللي قالوا لي البسبوسه. هذه الحلوى ما راهي لا بسبوسه ولا قلب اللوز. دوك تشوفوا المقادير، طريقه التحضير، ان شاء الله تعجبكم وتجهزوها. من بعد نقول لكم ما هي هذه الحلوى السهلة البسيطة، قطعتها مربعات، ناجحة 100%. نبداو بسم الله والصلاة على رسول الله. عندي هنا كيلة نتاع البيض، جاتني هنا حوالي 3 بيضات. عندي هنا نصف كيلة نتاع السكر حبيبات العادي، مع كرصة ملح. الملح ضروري في الحلويات. هنا عندي ملعقة من النشاء. دوك من بعد نحطها، نبدا نخلط مليح بالباتور البيض مع السكر حتى يذوب السكر هذاك معنا. على الاقل نخلطو حوالي 4 دقائق. دوك نزيد هذيك مغرفه نتاع النشا تعطي هذه الحلوى هشاشه. عندي هنا كيلة نتاع الخبز المرحي، حمرته في الكوشه من بعد رحيته. كيلة نتاع المكسرات، هنا كان عندي البندق شويه جوز وشويه جوز الهند محمرين في الكوشه ايضا. كيلة نتاع الزبده، ملعقه نتاع الفانيلا باش تعطينا الرائحه الطيبه، وان ساشي دو لوفور او كيس من الخميره الكيميائيه، الوزن ديالها 10 غرام. ونزيدو نخلطو بالخفاقه الكهربائيه حتى تجانس معنا هذوك المقادير. ميزة هذه الحلوى مقاديرها مضبوطة والنتيجة روعة وناجحة. فقط تبعوا الخطوات. هنا عندي نصف كيلة من الحليب باش تعطينا الطراوة. ما تنساوهش خاطر الحليب مهم جدا في هذه الحلوى. راني حطيتها هنا في هذا القالب او الصينيه هذه على البابي كويسون او ورق الطهي، وكنت شعلت الفور على 180 درجه حوالي 4 ساعة. كل وحده تعرف الفرن ديالها كيفاش، يعني كيفاش تخدموا كيفاش ديروا. هنا عندي الشربات، حطيت هنا 3 كيسان تاع الماء مع كاس تاع سكر الحبيبات، وخليت هذا الشربات ينشف، ما خليتوش يعني حتى تبخرت السوائل. ها هي النتيجة اللي تحصلت عليها بعد ما طابت لنا الحلوى اللي هي خبز تونس او خبز الباي كما يسموها في بعض المناطق، خاصة في الجزائر، في الجزائر العاصمة. جات هشيشة وبنينة. دوك نسقيها من بعد يكون الشربات بارد والحلوى تكون سخونة. دوك نسقيها بهادو الشربات. ما لازمش يكون الشربات خفيف، لازم يكون ثقيل كما تشوفوا. زيدوا حطوا لها شريحة من الليمون، انا في الحقيقة ما كانش عندي. ان شاء الله تجربوا هذه الحلوى سهلة وبنينة. نحاول نحطوا الشربات في جميع يعني على كل يعني الحلوى تاعنا. من بعد قطعتها لمربعات وديت لها شويه من قطع من الفول السوداني اللي قادت لي. تقدروا تزينوها باي حاجه عندكم في البيت. الى لحقتوا لهاد المرحله فعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. تعليق جميل، متابعه لما لا. ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم الجميله بتشجيعكم.
جزاكم الله خيرا. هذا يحفزني لبذل المزيد باش نجيب لكم الوصفات الناجحة وسهلة التحضير. خبز تونس أو خبز الباي يخرج روعة، بنين بزاف. دوك نوري لكم قطعة. دايما نحط لكم الوصفات اللي تكون ناجحة. بارطاجيو الفيديو حتى تعم الفائدة. جا مشرب خبز تونس هذا. المهم الشربات يكون ثقيل، تخليوه يطيب مليح. ها هي النتيجة راهي أمامكم. شكرا لدعمكم ولتعليقاتكم الجميلة. ربي يوفق الجميع. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم.